مجال العمارة كبير جدا، وده بيرجع لعدد المراحل الكتيرة اللي بيحتويها، بداية من التصميم وحتى الاستخدام فيما بعد، وده بالإضافة كمان للفترات الزمنية الكبيرة اللي ممكن المشروع ياخدها. ففي مشروع ممكن ياخد سنة، ممكن مشروع ياخد 2 3 على حسب. فدرجة إتقانك لشغلك وإمكانياتك بتبان في إن أنت تعرف إيه المعلومات اللي تخليها موجودة تحت النقاش في كل جزء، وده علشان خاطر في كل مرحلة يكون النقاش متركز على حاجة جزء معين بتحل فيه بشكل سليم. ودي حاجة بتتحدد على حسب كل مرة بتقابل فيها العميل أو المقاول أو الصنايعي إيه اللي أنت عايز تناقشه معاه في الجزء ده، وكمان إيه المرحلة اللي أنت عايز تناقش فيها معاه. خلينا في المرة دي نتكلم عن المعلومات اللي تهم العميل إن هو يعرفها وترتيبها بيكون إزاي. بالنسبة أولا للتصميم المعماري للمبنى ككل، أنت بتتكلم عن الشمس والرياح والبيئة المحيطة وتأثيرهم على المبنى بتاعك هيكون إزاي. ودي حاجة أنت لازم تتأكد من البداية إن العميل بتاعك مدرك كويس جدا العناصر دي بتشكل في المبنى إزاي. وبعدين بيجي دور إن أنت هتبدأ تتفاعل مع كل عنصر من العناصر دي. فمثلا احنا عندنا البيئه بتاعتنا حر جدا، فانت الشمس هتعالج المبنى بتاعك ازاي؟ المبنى بتاعك لو توجيهه عكس اتجاه الرياح المحببه هتعالج حاجه زي دي ازاي؟ ان انت تمنع الرياح الغير محببه وتخلي الرياح المحببه بس هي اللي بتدخل الفراغات. وهنا انت اهم حاجه تركز عليها هي ان انت تنبه العميل بتاعك لكل حاجه من الحاجات دي، علشان فيما بعد العناصر المختلفه اللي انت هتستخدمها لمعالجه العناصر دي كلها تبقى واضحه جدا قدام العميل انت ليه استخدمت الحاجات دي، سواء مثلا بالنسبه لملاقف الهواء او انت تعمل معالجه معينه للواجهات عشان تحمي الفراغات الداخليه من الحراره الشديده. وطبعا كل ده بيصب في الاخر ان كفاءه الاستخدام الداخلي للفراغات بتكون اعلى. وفي المرحله دي انت بتكون وصلت للمسقط الافقي وعلاقات الفراغات الداخليه وبعضها من عناصر فرش او عناصر تصميم داخلي وغيره. انت مثلا في المرحله دي بتكون وصلت لثلاث نماذج مختلفين لنفس المسقط الافقي. وفي الجزء ده اغلب النقاش بيكون قوانين. بمعنى ابسط انت بتشرح الفراغات الداخليه وعلاقاتها ببعضها وعناصر الفرش وليه الحل ده هو الانسب بالنسبه لطبيعه البيئه الخارجيه وبالنسبه للميزانيه والعناصر المختلفه اللي بيتوقف عليها المشروع. فمثلا من منظور العميل انت بتكلمه عن احتياجاته واستخدامه لكل فراغ هيكون ايه، من منظور وظيفي وهو تفاعل الفراغات مع البيئه المحيطه بيكون ايه. وهنا انت بتبدا تعمل 3 دي موديل عشان تبدا تشوف الفراغات الداخليه بتاعتك تفاعلت بشكل سليم مع البيئه المحيطه ولا لا، ده اولا. ثانيا بتشوف الهدف الاساسي من التصميم اتحقق ولا لا. وطبعا في المرحله دي لان انت كل كلامك بيكون مجرد مقترحات مش اكتر عشان تعرف توجهات العميل في التصميم ايه، سواء توجهاته في اختيار الالوان او في اختيار الفرش او رغباته من التصميم اصلا ايه، او هو اصلا ليه موظف مهندس عشان خاطر يعمل له التصميم بالكامل. الحاجات دي انت لما بتعرفها بتبدا توجهك في اتجاه سليم في اثناء عمليه التصميم. وعلشان كده انا مش بكون عايز اي تشتيت في المرحله دي، انا بس مجرد مقترحات علشان اعرف اخد المقترحات دي واصيغها بشكل معين في الاتجاه اللي العميل عايزه. فانت عشان بيكون هدفك من المرحله دي تفهم توجهات العميل، فانت بتقدم له مود بورد بشكل مقترح، وبتخلي المود بورد بتاعك يبقى موجود فيه عناصر فرش مختلفه الطراز والوان مختلفه تماما في التوجهات بتاعتها وغيرها من العناصر المهمه اللي انت بتختار اتجاهات مختلفه لكل مود بورد. في المرحله دي بيكون مفضل ان انت تسمع لا دي مش كويسه، لا انا مش عايز دي، لا الاتجاه ده بلاش منه. هي دي الحاجات اللي بتبدا تخليك تعرف ايه الحاجات اللي انت ما تعملهاش والحاجات اللي انت تبدا تتوجه ليها. وفي نهايه المطاف المرحله دي كلها بتندرج تحت بند المقترحات. انا هنا بس عايز افهم العميل توجهاته فين ورغبته ايه من التصميم، ومن خلال فكرته هو اقدر اكلمه عن شغلي بيكون عباره عن ايه وايه الامكانيات اللي انا ممكن اقدمها له في المشروع بتاعه. ده جزء. الجزء الثاني هو ان انا ببدا اخد التوجهات بتاعته وابدا اعرف هو مش عايز ايه وابعد عنه، وابدا اشوف هو ايه التوجهات اللي هو عايزها وابدا امشي في اتجاهها في التصميم. لانه بشكل اساسي كلنا كمهندسين بنتدرب على ان احنا نعمل اي تصميم ايا كان، بس اللي بيميز مكان عن التاني في التصميم هو ان انت تقدر تصيغ التصميم بشكل سليم علشان يناسب البيئه المحيطه ويناسب عناصر الميزانيه المختلفه ويناسب كل المحددات الموجوده في المشروع.